في البداية نتقدم بجزيل الشكر للموقع الإلكتروني سمارة كرونو على تغطيته الحدث وعلى متابعته للحدث للمهرجان. في البداية كانت بداية المهرجان الإقليمي الرابع الذي يطبع هذه السنة النسخة الرابعة على التوالي تحت شعار الطفل العلام في خدمة الثقافة الحسنية. كان الافتتاح الرسمي أول أمس الخميس، في حيث تشرفنا بزيارة السيد عامل إقليم سمارة رفقة وفد شخصيات المدنية والعسكرية بمدينة سمارة وجميع رؤساء مصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم والمواقع الإلكترونية والصحافة إلى مجموعة من الشباب الجمعوا بمدينة سمارة. تطرقنا كذلك في الحفل الافتتاح من الأنشطة التربوية بمساهمة مجموعة من المؤسسات الخاصة والعمومية في مدينة سمارة. إلى ذلك فقرات كانت لها وقع إيجابي على الطفل في الطفولة، على مستوى الطفولة في مدينة سمارة، مشاركة المؤسسات التعليمية بالسادة المدراء والأساتذة والأطر التربوية إلى كل من يهتم بالشأن المحلي للطفل. إضافة إلى ذلك تم تكريم مجموعة من الداعمين والمساهمين والمتعاطفين والمحبين لجمعية شعلة في إطار فعاليات المهرجان الإقليمي الرابع للطفل. كريم كذلك مجموعة من الشباب، تم تكريم المؤسسات المشاركة معنا على مستوى الحدث الرابع الأبرز في مدينة سمارة خلال هذه السنة. تم كذلك في اليوم الثاني تم تنظيم ورشة تكوينية. كانت حصرية مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون سمارة، حيث تشرفنا بزيارة السيد المدير التنفيذي للجنة الجهوية رفقة السيد سعيد زريبيع، صحفي وإعلامي محترف، كون وأطر هذه الورشة رفقة الزملاء. شاركت في هذه الورشة مجموعة من التلاميذ المؤسسات التعليمية، كانت إيجابيات وكانت دورة تكوينية في تطلعات الطفولة.